and the moment we've all been waiting for. And the Ballon d'Or winner for 2023 والفائز بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2023 هو ليونيل ميسي. ليونيل ميسي. سمويل أونانا صحيفة الجوع. اتفضل. ردك ايه على كلام الناس اللي بيقولوا الناس هي الناس اللي بتقول مش انا مجرد صحفي، بس يعني هي الناس اللي بتتكلم وتقول انجز اخلص لخص. يعني بتلعب في امريكا وليك عين تتكلم. عملت ايه عشان تاخد الكرة الذهب؟ لا موسم في باريس، ولا هداف زي رونالدو، ولا نقلت السعودية في حتة تانية زي رونالدو، ولا كسبت الثلاثية زي هالاند. ايوه انا متفق معاك في كل ده، فعلا عندك حق بجد. بس انا خدت حاجة اهم من ده كله واقيم منهم بكتير جدا. ايه؟ خدوه على البوكس. جاي في ايه؟ ميسي يا عم. وانت رونالدو. ايوه يا اسطى، بس ميسي ما عملش حد شبه العبيد في الزفه والله، زي اي حد حمدوني ده واخد كاس العالم. اتشرفنا بوجودك معانا النهارده. انا اللي ليا الشرف كله. انا مش مصدق لحد حالا ان منصه عملاقه زيكم قاعدين قدامي، وهيبقى لي فرصه اخيرا اعرض فكره فيلمي عليكم. بالذات هيبقى يعني حاجه مهمه جدا جدا في وقت زي ده. تقدر تبدا. اتفضل اعرض الفكره اللي علينا. هي الفكره كلها دلوقتي ان في كل الالعاب بتاعت الحروب تقريبا والافلام بتاعت هوليوود الكبيره بنكون فيها دايما احنا قوة الشر وناشرين عننا صورة خطأ، والموضوع ده معروف جدا وباين جدا عبر السنين كلها. ايوه ان احنا وحشين وبغض النظر عن المسمى بتاعنا عنده. ايوه والعيال هناك بتتربى على كده وكلهم مقتنعين 100% ان احنا اقلية البشر ومجرد مجرمين الى اخره. ايوه ففكرة الفيلم هتكون كالتالي: احنا نمحي الفكرة الخاطئة دي تماما ونقدم الجزء الصح من تاريخ من غير ما حد يحاول يسكته، وتضامنا طبعا مع الشركة ضخمة زيكم مسمعة هناك قبل عندنا. هو بيبرطم في ايه يا عم؟ خليه يبرطم مادام بناخد عمولة على كل واحد بنعمل له مقابلة. ده عربي يعني، زمان دماغه مطرقعة. اما تتقدم الفكرة بشكل نظيف وممثلين يحترموا في الساحة الفنية. هي الفكرة لذيذة بس اتهرست كتير قبل كده. اتهرست. هو قصده يقول ان الخطة في شهر اكتوبر ان احنا نعمل حاجة جديدة، حاجة مشجعة، حاجة ليها علاقة بالاحداث اللي بتحصل. يعني اللي في بالنا كان مسلسل عيال في ثانوية بيعيشوا قصة صعبة، بيحاربوا المجتمع عشان يخرجوا ميولهم الحقيقية. دي خطة شهر اكتوبر. ايوه دي خطة معمولة من بني ادم بعقل، راجع عليها بني ادم بعقل، ووافق عليها بني ادم بعقل، وعرضها عليكم بني ادم بعقل، وانتوا الاتنين بني ادم بعقل ووافقتوا عليها. ايوه انتوا عايشين معانا في نفس الارض. انا مستني بقى كتير بصراحه، ومش قادر استنى اكتر من كده. اتفضل. ايوه انا لسه بصوا الفكره جريئه قوي، بتوصل رسائل انسانيه متعدده ومتحمس جدا اعرضها عليكم. ايوه قول. ولد في ثانويه عامه. هو ده كلام. كمل. بيحب واحد صاحبه. لا ما تقول لي. وفي نص الفيلم هيتشجع ويقف في نص الفصل بكل فخر ويقول بعلو صوته: انا بتركب. بقى تحضنه تقول انا فخوره بيك جدا. ابوه ما يتقبلش الامر في الاول، بس يعني في الاخر هيتقبل الامر، وفي الاخر هيطلع ابوه هو كمان بيحب مديره في الشغل. جينيوس. شايف؟ بنحارب قضيه، بننشر رساله، مش القطع اللي انت كنت من شويه عمال تقوله. احنا معاك قلبا وقالبا، والفيلم ده هيبدا من بكره. عملت ايه؟ رفعت راسنا؟ ما تقلقش، من الناحيه دي رفعت راسنا، لكن سابوا راسي وقعدوا يرفعوا في بعض هناك في المكتب. رفضوا فكرتك ويعملوا فيلم عن المركوب الشجاع المضطهد، صح؟ الموضوع بقى فالت قوي. بص انا ليا حد عامه في كذا شركه انتاج وسينمات هنا، احنا هنمنع الفيلم ده انه يتعرض تماما ومش هيحقق اي ايرادات عندنا هنا في الشرق الاوسط. يعني هما منعوا عرض الفيلم. هل في تخلف اكتر من كده؟ ايوه بس دي حريه عادي، ان انت تزرع افكارك الخاصه وتوجهاتك او تعمل فيلم عن شيء معين. دي حريتك الكامله ومحدش يقدر يسلبك الموضوع ده. معاك كاميراتك يا باشا واللوكيشن والمركوبين، انت حر تعمل اللي انت عايزه بيهم.
محدش يقدر يقولك حاجة. مظبوط؟ طبعا دي كلها حرية وفريدم اوف سبيتش. طيب انا ليا نفس مقدار الحرية في اني اتفرج على الفيلم او ما اتفرجش. لا انا هدخل اقتحم الاستوديو بتاعك ابوظ لك التصوير، ولا انت تقتحم عليا حريتي وتغصبني على اني اتقبل حاجة مش عايز اتقبلها، ولا حد فينا يقل من راحة التاني. لا انت كده مش حر، دي مش فريدم، انت كده متخلف وعمرك ما هتتقدم لقدام، انت واللي شبهك. هو عشان حريتي متنافية مع حريتك بقيت متخلف؟ لكن لو انا معاك انت حبيبي يعني ايه اجيب لك بيبسي يا اسطى؟ انت عبيط. يا ابني ايه المشكلة؟ مقاطعة؟ قالوا انت مش معانا ولا ايه؟ عارف يا ابني اللي هو اقشط واربح بيبسي بس ده؟ مش حاجة الهزار دي خالص خالص يعني. هزار ايه يا ابني؟ المقاطعة الجاية من قطع الكنزاية من فوق، يا تكسب كنزاية تانية يا تخسر عليك العوض بقى. لا ده مش هزار، ده انت غبي بالفطرة. يا عم لا بنكشك يا عم، بس ملهاش فايدة برضه، مش هيخسروا، الاقتصاد هيقع والغلابة مش هتلاقي شغل، يعني شغل فاكسان بتاع انترنت. هتشربوا قهوة محترمين؟ بيقول لك عايز بيبسي. طب ما يشرب بيبسي يا عم، انت زعلان ليه؟ ما انت قهوجي، هتوقع منك ايه؟ بتقول كده عايز تبيع وخلاص وهتلاقيك مش فاهم في اي حاجة. ملوش فايدة، مش بيخسروا. انت يشغلك في ايه؟ بص هو الموضوع انساني بحت اصلا. دلوقتي لو قلت لك هات 100 جنيه من كل 3000 جنيه بتعملهم في الشهر اجيب بيها سيم اخلص على صاحبك ده. ايه يا عم في ايه؟ دلوقتي انت عارف ان الفلوس اللي هاخدها منك دي مش هعمل بيها حاجة كويسة، بل هرتكب كبيرة من الكبائر، واعترفت لك بكل صراحة ووضوح، واعترافي ده واضح للقهوة دي كلها والمنطقة دي كلها. فاما تقول لا هشيل ذنب على يا اما تديني يا باشا اللي انا حاجة امسكك اديك علقة، ولا انت تقول لي قناعتك دي ملهاش لازمة ومفيش حد هيخسر. كلنا هنتحاسب على ايش رايح فين برضه. لا يا عم انا دلوقتي لو اقتصاد وقع والغلابة مش لاقي شغل، يعني هشيل ذنبهم برضه. يابا احنا لو هنقطع مثلا مركب برجر، احنا مش هنقطع الوجبات السريعة كلها وهنضرب عن البرجر اللي في مصر كله. ده هي ماركه، وفي بدايل بالهبل تحت السلم وفوق السلم في الدور الرابع، في حاجه ثانويه قوي يا اسطى في الحياه. انت متخيل انت بتتكلم في ايه قصاد ايه؟ هنروح يا عم مثلا نجيب من هوت ميكس، مبيعاته هتزيد، هيتوسع، هيوظف الناس الغلابه دي اللي انت خايف على اكل عيشهم. يا عم هو اصلا 96% بيروحوا لمصر، و4% دول مش حاجة يعني. طب يا عم ما تجيب من حتة تانية ويبقى 100% رايحة لمصر أحسن من في يبقى في 4% تتحاسب عليهم رايحة لناس بتعمل بيها حاجات فظيعة وكل الناس عارفة إنها بتعمل الحاجات الفظيعة دي. في الأول وفي الآخر عامة أنت حر، إحنا علينا النصح ولا هيحاسبك ضميرك وربنا. خلاص يا عم هاتلي حاجة ساعة غير بيبسي. ما فيش الا بيبسي جوه، روح امك انت قاعد في قهوه. حريه الراي مع الوقت بقت بتتلاشى. كانت في الاول حاجه المتعارف عليها بين اي اتنين بيتناقشوا، واحد بيحب تامر عاشور واحد ما بيحبوش، واحد فيهم بيظهر للتاني قد ايه هو متخلف عشان مش متفق معه خلاص. او اتنين مثلا بيتناقشوا مع بعض، ده عنده راي وده عنده راي، ده بيجادل ده وده، ممكن يكون الاتنين حمير اصلا رايهم غلط، ممكن يكونوا الاتنين صح بس ده بوجهه نظر مختلفه ووجهه نظر مختلفه. مع التقدم والتطور الفكر تاخر اكتر واكتر وتوسع الموضوع لاصحاب السلطات، مرورا بالافلام اللي بتزرع افكار غير مرغوب فيها بالمره، واللي بيعتذر عن انه يشترك في مشاهدتها او التمثيل فيها بيعرض على انه متخلف. وتوسع الموضوع للنزاعات الضخمه بالخصوص وبالخط العريض، وواضح لكل ذو عقل ان في ناس بتعاني يوميا واسبوعيا وسنويا لحاجات وحشيه ومش من المفترض اي حد يمر بيها ولو لدقائق معدوده، وفي طرف اخر هو المتسبب ده. فاصحاب القوه دلوقتي في ايدهم القوه التامه ان اللي يقول اسم المستضعفين مهما كان سنه مش بيكتفوا بس بسلب حريه رايه منه، بل بيعاقب. لو عنده 13 سنه في المدرسه فبيفصل، لو كبير شويه بيفرض عليه عقوبات ماليه ضخمه، ومش بعيد تضيع حياته ليه لمجرد انه ابدى رايه في نزاع. كل اللي بيناشد بحريه الراي والانسان هو مجرد كلام على ورق. حريتك ورأيك لو بتتعارض مع مصلحته وهو صاحب قوة فهي مش حرية، هيسلب الحق ده منك ومش هتقدر تعمل أي شيء. أتمنى ما تعتادوش المشهد ولا تملوا الحديث، فإن نصر الله قريب. تحياتي.